أنا مش ياسين، أنا بقيت إحنا. سامع صرختي؟ صرختي بتتحول لضحكة غريبة مش بتاعتي. الحفرة بتفتح والكهنة واقفين حواليا. الإيد الضخمة الرمادية بتطلع من العدم تمسك في رقبتي. أرجوك لو بتسمع التسجيل ده اوعى تكسر المراية، اوعى. هما مش عايزين يخرجوا، هما مش عايزين يخرجوا، هما عايزين يسكنوا. عايز تعرف ايه اللي حصل في عمارة الإيموبيليا؟ اقعد اطفي النور واسمع الحكاية من الأول. عمارة الإيموبيليا المنسية. عمرك جربت كده تفتح باب وانت عارف ان اللي وراه مش هيسيبك تخرج تاني؟ الحكاية بدأت لما قررت أعزل من زحمة القاهرة، فلقيت شقة لقطة، شقة في عمارة قديمة في وسط البلد. السقف عالي والحيطان سميكة والإيجار رقم يضحك لدرجة تخوف. بس أنا وقتها كنت فاكر نفسي أذكى من صاحب العمارة. أجرت الشقة. أول ليلة ليا في الشقة كانت الدنيا هس هس. دخلت رميت شنطتي وقعدت في الصالة. فجأة شميت ريحة تراب قديم مخلوط بحاجة زي كفور. قلت عادي، شقة مقفولة بقالها سنين. قمت أشرب وأنا في المطبخ سمعت صوت بيزيق خشب جاي من الصالة. تزييق بسيط، كأن في حد وزنه تقيل بيمشي خطوة بخطوة وبيريح على الخشب. طلعت أبص، مفيش حد، بس الكرسي الهزاز اللي كان في ركن الصالة كان لسه بيهتز هزة خفيفة، كأن في حد لسه قايم من عليه حالا. ريقي نشف قوي قوي. قلت لنفسي ده أكيد الهوا اللي بيعمل كده. بصيت على الشبابيك، مفيش ولا شباك مفتوح. قلت عادي، كبرت دماغي ونمت. تاني يوم الموضوع بدأ يرزل فعلا. كنت نايم وصحيت على صوت همس جاي من تحت السرير. كلام مش مفهوم، زي ما يكون لغة تانية، بس النبرة فيها غضب مرعب. نزلت براسي أبص تحت السرير وأنا مرعوب. قلبي كان هيقف من الدقات اللي سمعها في وداني. بصيت تحت السرير، ملقتش حاجة، بس لقيت خربوش طويل على خشب السرير من جوه، كأن ضوافر بني آدم كانت بتغرس في الخشب وهي بتستنجد بحد. بدأت أشوف خيالات في المرايات. أعدي قدام مراية الحمام، أشوف حد واقف ورايا، ألف بسرعة ملاقيش غير ضلي. دخلت الأوضة الجوانية اللي كنت قافلها، لقيت الحيطان مكتوب عليها بالفحم أو بحاجة شبه الدم الناشف أسماء ناس وتواريخ وفاتهم. ياه، والتاريخ الأخير كان تاريخ بكرة.
آه. الساعة دقت 3 الفجر والنور قطع فجأة، والشقة بقت ضلمة كحل كحل كحل. بدأت أسمع صوت خبط على باب الشقة من جوه. أيوة أيوة، في حد بيخبط من جوه الشقة عشان يخرج. فتحت كشاف الموبايل، شفتها شفتها في آخر الطرقة، ست لابسة فستان اسود مقطع، وشها ممسوح ممسوح، مفيش فيها غير عيون بس، مفيش بق، مجرد جلد مفرود. كانت بتقرب مني وهي بتزحف على الحيطة زي العنكبوت، وبصوت مش طالع من حنجرة بشرية قالت: انت اللي جيت ومفيش خروج. جريت على باب الشقة بحاول افتحه، الباب كأنه اتلحم في الحيطة. بصيت ورايا لقيت الشقة كلها اتملت خيالات، ناس واقفة في كل ركن، كلهم بيبصولي بعيون فاضية. فجأة حسيت بإيد ساقعة جدا زي التلج بتمسك رقبتي من ورا، نفس سخن في ودني بيقولي: انت اللي عليك الدور تملى الفراغ اللي في المراية. دلوقتي وانا بسجل الكلام ده انا محبوس في الأوضة الجوانية، السواد بياكل في الحيطان، والست دي واقفة قدام الباب بتخبط، بتخربش بضوافرها. لو حد لقى التسجيل ده أرجوك ما تمشيش ورا الإيجار الرخيص، وما تحاولش تفتح باب الشقة رقم 13، عشان هم مش عايزين يسكنوا معاك، هم عايزين يسكنوا فيك. فاكرين لما قلت لكم إنها واقفة بره الأوضة بتخبط؟ أنا كنت غلطان، هي ما كانتش بتخبط عشان تدخل، هي كانت بتعلمني إن الخروج ما بقاش متاح أبدا أبدا. النور مرجعش، والسواد اللي في الأوضة بدأ يتحول لحاجة ملموسة، سائل لزج بيسيل من الحيطان، وبدأ يغطي كل حاجة في الشقة. ده كان دافئ بريحة وحشة، ريحة المسلخ. فجأة الأرضية الخشب اللي تحت رجلي طقطقت وانهارت. وقعت مسافة طويلة لدرجة إني حسيت إن قلبي وقف في الهواء. نزلت على كوم التراب وحجارة، موبايلي اتكسر بس الكشاف كان لسه شغال بيرعش وبيموت. لقيت نفسي في مكان ما كنتش أعرف إنه موجود، سرداب العمارة، مكان تحت الأرض أقدم من العمارة نفسها. ريحته موت، تراب وعفن، حاجة زي اللحم المتحلل. الكشاف ضرب في زاوية، شفت حاجة خلتني أتمنى لو كنت مت في الوقعة. لقيت أقفاص حديد مصدية كتير قوي، مرصوصين فوق بعض، وجوه الأقفاص دي مش حيوانات، كانت بقايا هياكل عظمية لبني آدمين بس مش كاملة، كأن حد كان بينقي أجزاء معينة ويسيب الباقي يتعفن. بدأت أسمع صوت مشي، مش خطوة بخطوة، لأ، صوت جر، حاجة تقيلة على الأرضية. النور الضعيف بتاع موبايلي لمس حاجة في نص السرداب، مسبح، ترابيزة حجر كبيرة محفور عليها رموز بس مش من عالمنا. وفي
فوق الترابيزة كان في كتاب مفتوح. جلده ما كانش جلد حيوان، لونه باهت قوي زي جلد البني آدمين. وقعت عيني على صفحة مفتوحة كان مكتوب فيها بالدم تاريخ النهاردة واسمي، وتحته جملة واحدة: العهد العهد بيتجدد بدم الساكن الجديد. في اللحظة دي فهمت الساكن القديم ما كانش بيطردني، هو كان بيجهزني. أنا الضحية الجديدة، أنا القربان. الصوت قرب، حاجة ضخمة طلعت من الضلمة. ما كانتش الست أم فستان اسود، لأ، ده كان الحارس. كائن طويل ملوش ملامح، بس بقه مفتوح لآخر وشه، مليان سنان مدببة زي المسامير. كان بيجر وراه سلاسل حديد، وفي ايده الودن اليمين بتاعة الساكن اللي قبلي. حاولت اجري، بس السائل الاسود اللي نزل من فوق كان مالي الارض وبدأ يمسك في رجلي بيشدني للارض. الحارس قرب مني، ريحته كانت بتموتني. خنق، فتح بقه وسمعت صوت ميه. سمعت صوت واحد بيتألم طالع من جواه. مد ايده اللي كلها ضوافر عشان يمسك راسي. وفي اللحظة دي لمحت حاجة، لمحت مراية قديمة مكسورة محطوطة ورا المسبح. افتكرت جملة الكتاب: ليظل هو نائما في المراية. بآخر طاقة عندي زقيت الحارس بكل قوتي ورميت نفسي على المراية المكسورة. مسحت حتة إزاز مكسور وغرستها في الرمز اللي كان منحوت في نص المسبح. السرداب اتهز. صرخة الحارس شقت وداني. النور الميت بتاع موبايلي طفى خالص، كل حاجة سكتت. أنا لسه هنا في الضلمة، مش عارف أنا عايش ولا ميت. بس سامع صوت خربشة جاي من جوه حتة الإزاز المكسور اللي في إيدي. حاجة بتحاول تطلع، حاجة أسوأ بكتير من الحارس ومن الست أم فستان أسود. أنا فتحت الباب غلط، أنا صحيت الساكن الأصلي للعمارة. لو سمعني اوعى تكسر مراية في شقة مسكونة، اوعى، عشان هم مستنيين عشان يخرجوا كلهم. انعكاس الجحيم، ممر الموتى، السكات. السكات في الضلمة ده صوت عالي زي الصفارة اللي بتبوظ الودان. أنا لسه هنا في السرداب، كشاف مات، والمراية اللي كسرتها هي المصدر الوحيد للنور الضعيف والبارد اللي طالع منها. نور كأنه جاي من قمر ميت. الكتاب اللي جلده جلد بني آدمين كان لسه مفتوح قدامي، بس الحروف بدأت تتحرك زي الدود، كأنها بتعيد كتابة نفسها لتاريخ أقدم بكتير، تاريخ بناء العمارة. وقريت الجملة اللي غيرت كل حاجة: من يدخل السرداب ويوقظ الحارس لا يخرج إلا عبر الممر. والممر ده اسمه ممر الموتى المنسيين. دخلت الممر، ما قدرتش أقاوم الفضول القاتل. مديت ايدي ومسكت المراية المكسورة. الرمز المنحوت على المسبح كأنه بدأ ينزف سائل اسود لزج. فجأة المراية كبرت، بقت قد الباب، والنور اللي طالع منها بقى أبيض باهت كأنه ضباب كثيف. لقيت نفسي بندفع لجوه المراية، كأني بقع في بحر من الإزاز المكسور. فتحت عيني، لقيت نفسي في ممر طويل، ممر ضيق جدا. الحيطان بتاعته مش طوب، كأنها مرصوصة من جماجم
وعظم البني آدمين مرصوصة بدقة مرعبة. الأرض كانت عبارة عن سائل لزج، كل ما أدوس عليه طلع صوت. بدأت أسمع أصوات، مش همس ولا صراخ، صوت همس ضعيف جاي من بعيد مخلوط بصوت طحن عظم. مشيت مش عارف بقالي قد ايه، ممر ملوش نهاية. بدأت أحس إن العظم اللي في الحيطان بيبصلي. الجماجم بدأت تفتح بقها ببطء وتطلع لسان من اللحم المتحلل. في نص الممر لقيت راجل عجوز قاعد على كرسي من عظم بني آدمين. كان بيغزل حاجة من خيوط الشعر الطويل، شعر الستات. كان بيضحك ضحكة مجنونة، وصوته كان زي خربشة ضوافر على صفيح مصدي. قال لي جيت يا مسكين، جيت تملى الفراغ اللي في الحيطة. احنا مستنين بقالنا قرن. كل ساكن جديد بيزود الطوبة. وشار على فراغ في الحيطة على قد جثتي بالظبط. قال لي إن العمارة دي اتبنت فوق مقبرة جماعية للمنسيين، ناس اتدفنوا أحياء في عهود قديمة. وروح هو الكيان الأعظم، هي اللي بتجمع الأرواح دي عشان تتغذى عليها وتجدد العهد الدموي. الراجل العجوز فجأة وقف، وشه اتقلب لملامح الحارس وبدأ يتحرك، يجر السلاسل. جريت في الممر اللي ملوش آخر. العظم في الحيطان كأنه بيشدني بيحاول يمسك في هدومي، كأنهم عايزين يضموني ليهم. في آخر الممر لقيت بوابة ضخمة من الحديد المصدي عليها الرمز. فتحتها ولقيت نفسي في قاعة كلها مرايات، وده واسعة. الحيطان والأرض والسقف كلها مرايات متكسرة، مرصوصة بطريقة عشوائية بس مخيفة قوي. شفت انعكاسي في كل مراية، بس ما كنتش لوحدي. مش كنتش لوحدي في كل مراية. كان في نسخة مني، بس كل نسخة ميتة بطريقة مختلفة. واحدة رقبتها مكسورة، واحدة بطنها مفتوحة، واحدة عيونها مفقوعة. وسط كل المرايات دي شفت كتلة ضخمة من الظلام النقي، ملهاش شكل محدد، بس فيها 1000 عين و1000 بق. كانت بتهمس بصوت موحد، صوت 1000 ميت. انت الانعكاس، انت النهاية، انت العهد هيتجدد. الخيالات الميتة اللي في المراية بدأت تطلع، بدأت تمد ايديها الساقعة عشان تمسكني. حسيت ان روحي بتنسحب، ان عقلي بيتكسر زي الازاز المكسور. مسكت حتة عظم من الممر اللي ورايا وضربت المراية الكبيرة اللي في النص، المراية اللي فيها هو. المراية اتكسرت وانفجرت. والسرداب، شفت السرداب تاني. انا لسه هنا، النور ضعيف بتاع المراية المكسورة الأولى لسه بيحضر، بس سمع صوت خربشة جاي من جوه حتة الإزاز اللي في إيدي. الصوت بقى أقوى، أوضح. أنا ما كنتش بكسر المراية عشان أهرب، أنا كنت بكسر السجن بتاعهم. لو سمعني، هو هتكسر مراية في عمارة الإيموبيليا المنسية، عشان هم مستنيين عشان يخرجوا، مستنيينك تكسر العالم كله عشان يدخلوه كلهم. الخربشة وقفت، بس السكات اللي جه بعدها كان ألعن بكتير قوي. أنا مش في السرداب، أنا مش في الممر، أنا بقيت في العدم. عارف يعني إيه تبقى واقف في مكان ومش شايف حتى إيدك قدام عينك؟
بس حاسس بآلاف الأنفاس السخنة بتخبط في وشك. الخربشة ما كانتش على الإزاز، الخربشة كانت جوه راسي، زي ما يكون في جيش من الصراصير بيمشي على مخي من جوه، وكل صرصار فيهم بيهمس باسمي: ياسين، ياسين. فجأة النور قاد، بس ما كانش نور كهربا، كانت شموع، آلاف الشموع السوداء قادت في وقت واحد وكشفت لي المكان اللي أنا فيه. أنا في قاعة مدورة قطرها ملوش آخر، الحيطان مش عظم، بالعكس الحيطان المرة دي كانت بشر، بني آدمين حقيقيين ملزوقين في الحيطة بأداة شبه الشمع كده، عيونهم مفتوحة ولسانهم مقطوع وصدورهم بتطلع وتنزل ببطء شديد. هم لسه عايشين، كل سكان عمارة الإيموبيليا اللي اختفوا من سنة 1930 لحد النهاردة كانوا هنا متحولين لطوب في جدران القاعة دي. في نص القاعة كان في حفرة غريقة طالع منها دخان لونه أزرق، ريحته كبريت وموت، وبدأوا يظهروا كهنة كتير طوال، كانت طويلة بيعدي 3 متر منهم، لابسين خيش مقطع ومبلول دم، وشوشهم عبارة عن جماجم، حيوانات غريبة قوي مغلفة بجلد بشري باهت. بدأوا يلفوا حوالين الحفرة وهم بيغنوا ترنيمة بلغة مش من الأرض، صوتهم كان بيخلي سناني تخبط في بعضها. وفجأة الأرض هزت، زلزال كأنه بيشق بطن الأرض. من قلب الحفرة بدأت تطلع الأيادي، إيد ضخمة جلدها لونه رمادي، لون الجثث، ضوافرها طويلة قوي كأنها خناجر مسننة. ده مش الحارس ولا الست أم فستان اسود لا خالص، ده الأصل، ده الكيان اللي سكن المكان ده من قبل ما البشر يعرفوا يعني ايه بناء ويعني ايه عمارة. الكيان طلع كائن ملوش ملامح، عبارة عن كتلة من اللحم والعيون اللي بتبص في كل اتجاه. أول ما عيني وقعت عليه حسيت إن دمي اتجمد في عروقي حرفيا، مش قادر أتحرك، مش قادر بجد. مديت إيدي للمراية المكسورة اللي معايا، لقيت الإزاز داب في إيدي وبقى جزء من جسمي. الكهنة سجدوا، والصوت اللي طلع من الكيان كان هزيم رعد. انت لسه القربان، انت الوعاء. نحن لم نكن ننتظر موتك، نحن كنا ننتظر جسدك ليعود هو للعالم المضيء. بدأوا الكهنة يشدوني للحفرة، ايدين السكان اللي في الحيطان بدأت تخرج وتمسك في رجلي. كنت بصرخ، بس صرختي كانت بتتحول لضحكة غريبة مش بتاعتي. حسيت شفت ذكريات مش بتاعتي، شفت العمارة وهي بتبني فوق الجثث، شفت كل جريمة قتل حصلت في الشقة، شفت الوجع اللي ملوش نهاية. دلوقتي أنا مش ياسين، أنا بقيت إحنا. أنا واقف قدام الشقة رقم 13، الدنيا شمس، الناس ماشية في الشارع عادي، كهربا رجعت وريحة التراب اختفت. أنا لابس هدومي
ومسح الدم من على وشي، بس واقف مستني. سامع سامع صوت خطوات على السلم. عارفين ده صوت مين؟ صوت زبون جديد جاي يشوف الشقة. أنا هفتح له الباب، هبتسم له ابتسامة هادية وهقول له اتفضل يا غالي، الشقة نورت بيك، الإيجار رخيص قوي والراحة هنا أبدية. الدور عليك.